اتكلمنا قبل كده عن صدمات الطفولة وعن أسبابها وعن المشاكل المرتبطة بيها، عن نظرية التعلق وعن العجز المكتسب وعن مشاكل العلاقات المرتبطة بصدمات الطفولة. النهاردة هنتكلم عن الحلول أو هنتكلم عن الحاجات اللي ممكن نقدر نعملها علشان نقدر نتعامل مع صدمات الطفولة. ممكن ما يكونش فيه حل نهائي أو حل فوري للمشكلة، بس بعد الفيديو ده أكيد هيكون عندك طريقة معينة تقدر تتعامل بيها مع الشعور أو المشاكل المرتبطة مع صدمات الطفولة. أول خطوة علشان تقدر تتعامل مع أي مشكلة إن أنت تعترف بيها، وإن أنت تعترف إن اللي مريت بيه كان صعب وإن ليه تأثير عليك وإن مفيش حاجة اسمها كان زمان وعدى. الألم اللي جواك حقيقي ومحتاج اهتمام. واجه الذكريات بالتدريج، يعني ما تحاولش تضغط على نفسك وتواجه الذكريات دي مرة واحدة. خد وقتك في معالجة كل ذكرى أو شعور لوحده. كمان غير طريقة تفكيرك، لأن الصدمات بتخلي الشخص يشوف نفسه أو العالم بنظرة سلبية. جرب تمرين إعادة صياغة الأفكار. لما تفكر في حاجة بشكل سلبي اسأل نفسك إيه هي الطريقة المختلفة الطبيعية اللي ممكن أشوف الموقف ده بيها. كمان استمد القوة من الصدمة بإنك تحاول تلاقي المعنى الإيجابي من اللي مريت بيه، زي مثلا إنه خلاك شخص متعاطف مع الناس أو علمك تقدر لحظات السلام في حياتك. اشتغل كمان على تطوير نفسك، زي مثلا عبر عن نفسك أو شاركها مع حد بتثق فيه. ركز على إنك تكون النسخة الأفضل من نفسك بعيد عن تأثير الماضي. كمان اقطع علاقتك مع الشعور بالذنب، لأن كتير من اللي مريت بيه كان خارج عن إرادتك، وما تلومش نفسك على اللي حصل. اسمح لنفسك بالحزن، لأن طبيعي جدا إن أنت تكون حزين على اللي حصل لك. الحزن هو جزء من التعافي ومفيش داعي إن أنت تقاومه أو إن أنت تخبيه. اكتب عن مشاعرك، لأن الكتابة هي الأداة المناسبة للتعبير عن الألم أو عن الذكريات الصعبة. جرب تكتب اللي جواك عموما من غير قيود، وبعدها اقرا اللي كتبته عشان تفهم نفسك أكتر. ركز على نجاحاتك الصغيرة، لأن كل خطوة بتاخدها في اتجاه التعافي هي إنجاز. احتفل بيه مهما كان بسيط، زي مثلا إن انت قدرت تحكي لحد مشاعرك أو قعدت مع نفسك تفكر بهدوء. خليك صبور مع نفسك، لأن مش كل يوم هيكون سهل، بس الأهم إنك تكمل الرحلة مهما كانت بطيئة، لأن التعافي مش طريق مستقيم، لكن في النهاية أكيد هتوصل. اشتغل على إنك تبني نفسك وشخصيتك المستقلة، يعني تاخد قرارات من غير ما تفضل تسأل الناس كلها، وتتقبل إنك ممكن تغلط وتقول لأ من غير ما تحس بالذنب. كل دي خطوات بتفكك من التعلق المرضي اللي بيكون سببه الحرمان العاطفي اللي عشته. افصل ما بين الاحتياج وما بين الاعتمادية. كتير من الناس اتربوا على انهم مش بيعبروا عن مشاعرهم، وبيفتكروا ان طلب المساعدة او طلب الحنان والعطف هو ضعف، لكن طلبك للاحتواء هو احتياج انساني طبيعي. المشكلة مش في الطلب، لكن لما تفضل تدور عليه فحد ما يستاهلش. مارس تمرين الوعي بالمشاعر. خصص كل يوم دقيقتين واسأل نفسك حاسس بإيه، المشاعر دي أساسها إيه، أنا محتاج إيه دلوقتي. التمرين البسيط ده ممكن يعلمك تحس بنفسك وتسمع اللي جواك. اربط بين الماضي والحاضر بشكل واعي. كل مرة تحس إن أنت مرفوض أو مش محبوب اسأل نفسك هل الموقف ده فعلا زي زمان ولا أنا شايف كده علشان تجربة قديمة مريت بيها. خصص لنفسك روتين عاطفي ثابت، زي ما الطفل مثلا ما بيحتاج طقوس ثابتة زي النوم والأكل والحضن، انت كمان محتاج طقوس عاطفية. وقت يومي تسمع نفسك فيه، حاجة تعملها لنفسك بحب زي مثلا قهوة، مشي، كتابة، القراءة، أو أي هواية مميزة بالنسبة لك. اعرف ان الغضب اللي جواك مش عيب. كتير من اللي تعرضوا للبرود العاطفي بيبقى جواهم غضب كبير ومكبوت، لكن مش بيقدروا يطلعوه علشان متعودين يخبوا مشاعرهم. الغضب ده لو اتفهم واتعالج بشكل صح ممكن يبقى خطوة مهمة جدا علشان العلاج. خلي بالك من ميولك العاطفية، لأنك ممكن ترتبط وتكرر نفس تجربتك في الطفولة مع حد جديد، لأن هو ده أسلوب العلاقات اللي انت تعودت عليه. عشان كده لما تلاحظ الميول دي اسأل نفسك هل الشخص ده مناسب ليا ولا لأ. كمان علاقاتك الحالية مهمة جدا في رحلة التعافي. الناس اللي حواليك دلوقتي ممكن يساعدوك تبني نفسك من أول وجديد. اختار ناس تسمعك وتحترمك وتحتويك حتى لو كانوا قليلين. المهم يكونوا بيشجعوك وفاهمينك كويس.
حُط حدود واضحة لو الأب أو الأم لسه بيستخدموا نفس الأسلوب، من حقك مسافة، مش معناه إنك لازم تقطع علاقتك بيهم، لكن لازم تحمي نفسك وتعبّر عن نفسك. كمان مش لازم تفضل تتوقع إن هُم ممكن يتغيّروا، العلاج النفسي بيساعدك تتقبّل إن في حاجات مش هتتغيّر، لكن أنت تقدر تتغيّر وتحافظ على نفسك. لو حاسس إن الأفكار دي مش كفاية، وإن الأعراض اللي عندك مستمرة وكبيرة وبتأثّر على حياتك بشكل سلبي، يبقى من الأفضل إن أنت تدوّر على معالجة نفسية متخصصة ومستمرة لفترة طويلة. المعالجة النفسية هتساعدك إن أنت تنظّم أفكارك ومشاعرك وتعرف نفسك بشكل أفضل. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهارده، وكانت معاكم نُهى موافي، باتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.